لو انت جديد في أمريكا، أكيد أكتر حاجة شاغلة بالك هي الشغل. لازم تلاقي شغل وبسرعة، وفي بلد كبيرة ومش عارف منين تبدأ، حتى لو معاك مؤهل عالي أو مهنة قوية. في الفيديو ده هنعمل لك خريطة طريق بسيطة ولذيذة بس مركزة. أول خطوة، حدد نوع الشغل اللي هتبدأ بيه. شغل بداية سريع زي مطاعم، مخازن، ديليفري، ولا شغل في مجالك؟ مفيش مانع تبدأ بشغل سريع قريب منك لحد ما ترتب أمورك. تاني خطوة، التطبيقات. افتح انديد وجلاس دور وكمان لينكد ان وزيب ريكروتر وسناجا جوب. اكتب اسم الوظيفة البسيطة اللي تناسبك زي warehouse associate أو cashier أو driver، واستعمل الفلاتر entry level no experience والمسافة within 5 to 15 miles من سكنك عشان ما تضيعش وقتك في مواصلات وتلاقي شغل قريب. ثالث خطوة، مكاتب التوظيف. في agencies بتتسمى staffing أو temp agencies، بيربطوك بشغل بسرعة وخصوصا في المصانع والمخازن. دور على اللي قريب منك وروح بمظهر بسيط ومرتب، أوقات بيطلعوك شغل في نفس الأسبوع. رابع خطوة، الجروبات. خش جروبات الجالية على فيسبوك وواتساب، الناس هناك بتنشر فرص، نصايح، وأحيانا يحطوك على أول الطريق. بس خليك واعي، مفيش شغل بيطلب فلوس مخدم، لو حد طلب امشي. خامس خطوة، إيميل محترم وبريد صوتي. اعمل إيميل باسمك الحقيقي وسيب بريد صوتي واضح. أهلا، أنا فلان، فاتتني مكالمتك، ممكن تبعت رسالة أو تتصل تاني، شكرا. المدير اللي هيكلمك مش هيجري وراك على إنستجرام. سادس خطوة، الريزيومي. اسمعني كويس، هنا مش بيقولوا سي في، بيقولوا ريزوم، وهو مختصر صفحة واحدة. الفرق بين الاتنين هنشرحه في حلقة جاية، بس دلوقتي اعمل واحد سريع ومرتب. أعلى الصفحة اسمك، المدينة والولاية، رقم التليفون، الإيميل. أوبجكتيف صغير، شخص منظم ومجتهد، جاهز، أبدأ فوراً، بدور على وظيفة قريبة لتطوير مهاراتي. سكيلز على السريع، التزام بالمواعيد، قدرة على التعلم السريع، استخدام جوجل مابس، أساسيات الكمبيوتر، تعاون مع الفريق، رفع وحمل حتى 55 باوند لو ينفع. تجربة سابقة، إيفن لو برا أمريكا، اكتبها بالإنجليزي البسيط وبنقط قصيرة تبدأ بفعل assisted customers and handled cash accurately, packed and labeled products quickly and safely, cleaned and organized workspace to meet daily targets. تعليمك، آخر شهادة أو دورة. لو عندك شهادات أونلاين قصيرة، سلامة، كمبيوتر، حطها. مهم، خليه صفحة واحدة، مرتب، من غير صور ولا تفاصيل زيادة، وغير 3 5 كلمات في الأوبجكتيف والسكيلز حسب كل إعلان. خد كلمات من نص الإعلان نفسه. سابع خطوة، قدم بذكاء. كل يوم 10 15 تقديمات سريعة ومتقسمة. 5 يكونوا قريب من البيت، 5 انتري ليفل، 5 من خلال مكتب توظيف. وسجل اللي قدمت عليه في نوتس، اسم الشركة، اللينك، التاريخ، وردوا ولا لا. التنظيم هنا نص الشغل. ثامن خطوة، اتصل بلباقة. لو حد كلمك وما ردتش، رجع الاتصال في نفس اليوم. لو هتتصل انت، Hi, my name is Ismak. I applied for the job title position. I live nearby and can start immediately. Is there a good time for an interview? بسيطة وواضحة. تاسع خطوة، اختار الشغل القريب. الشغل القريب الشو توفير فلوس ومجهود. بدل ما تصاحب الباص ساعتين، اشتغل الساعتين دول وتخش بدري البيت تتعشى. مراكز مساعدة مجانية. في ولايات كتير فيه مراكز توظيف حكومية بتساعدك تكتب ريزيوم وتدربك على مقابلات وتوصلك لفرص. اسأل على أقرب جوب سنتر في منطقتك. نصايح أمان سريعة، مفيش حد محترم هيطلب منك تدفع فلوس عشان تتوظف. لو العرض باين عليه حلم لذيذ بفلوس كتير وشغل قليل، يبقى حلم فعلا. دايما شيك اسم الشركة وابحث عنه. الخلاصة، ابدأ قريب، ابدأ بسيط، عدل الريزومي لكل وظيفة، وقدم كتير بس بذكاء، وخليك متابع تليفونك وإيميلك. وإحنا جايين بحلقات هنشرح فيها خطوة بخطوة إزاي تدور على شغل بشكل عملي، وإزاي تطور نفسك واحدة واحدة لحد ما توصل للي في بالك. وكمان هنفصل الفرق بين سي في وريزيوم، وإزاي تعمل نسخة احترافية. افتكر إن المعلومات دي للتوضيح العام بس، مش نصيحة مالية. لازم تستشير مستشار مالي معتمد قبل أي خطوة.
اللي وصل معانا لحد هنا. قولوا لنا في التعليقات بتسمعونا من أي دولة في العالم، ولو أنتوا في أمريكا اكتبوا لنا أنتوا في أي ولاية، وإيه أول شغلانة اشتغلتوها ولقيتوها إزاي. ما تنساش قبل ما تخرج تعمل لايك، ويا لو معاه سبسكرايب.